تعالوا اوريكم طريقة عمل السينامون رولز. بتطلع طعمها حلو قوي قوي، احلى من بتاعه سينابون كمان. في الستاند ميكسر هنحط لبن دافي. خلوا بالكم ان اللبن لازم يبقى دافي، ما يبقاش سخن ولا بارد، علشان الخميرة تشتغل فيه كويس. درجة حرارة اللبن المفروض تبقى 110 فهرنهايت، او اللي هي حوالي 44 سلسيوس. نحط لها الخميرة، نستخدم خميرة فورية احسن، ونحط السكر. ممكن نقلبهم، نديلهم تقليبة الاول، وممكن نحط دايركتلي بيضة كاملة وصفار بيضة وربع كوباية زبدة سايحة. نقلب بقى كل ده مع بعضه كويس قوي. لو تحبوا ممكن تستعملوا بيضتين بدل ما تستعملوا بيضة كاملة وصفار بيضة، ممكن تستعملوا البيضتين كاملين. بس هي الفكرة انه انا لما جربت كده وجربت كده حسيتها اطرى لما كانت صفار بيضة وبيضة بس. لما كل ده بقى يختلط ببعضه كويس، تحطوا 3 كوبايات دقيق. انا استعملت دقيق عيش، وجربت كمان الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. الاتنين بصراحة طلعوا حلوين، بس العيش، دقيق العيش طلعها اطرى وهشة اكتر، بس برضو التاني بصراحة كان حلو جدا. فلو ما عندكوش دقيق العيش استخدموا الدقيق العادي، وتحطوا رشة الملح وتحطوا الفانيليا. وكمان بحب احط معلقة صغيرة قرفة مطحونة، ورشة رشة جوز الطيب، بس ممكن ما تحطوهاش برضو زي ما تحبوا. لما يختلطوا ببعض كويس تحطوا الهوك بتاع الستاند ميكسر وتكملوا ضرب. هياخد حوالي 10 دقايق كده لحد ما العجينة تلم مع بعض كويس. لو لقيتوا العجينة لسه ملزقة بالشكل ده، زودوا لها معلقة معلقتين كده دقيق لحد ما تلاقوها لمت معاكم كويس، على حسب هتحتاج قد ايه. طبعا لو ما عندكوش ستاند ميكسر تقدروا تعملوها عادي جدا بايديكم وتفضلوا تعجنوا فيها. هتاخد برضو، بس هتاخد مدة اطول شوية عشان تلم معاكم حلو كده. تلموا بقى العجينة كده بالشكل ده، شكل كورة كده. وتبقوا مجهزين بول ازاز، او يعني بول عامة، اي بول، وتحطوا فيه زيت وتدهنوا بيه زيت من كل الجهات عشان العجينة ما تلزقش. ولما تدهنوا البول ده بزيت تروحوا محطين فيه العجينة بالشكل ده وتغطوه. انا بحب اغطيه، بحط الورق اللي هو اللي بيبقى الترانسبيرنت ده الشفاف، وبحط فوقيه فوطة، وتسيبوها بقى لحد ما تتخمر. هتلاقوها اتضاعفت كده في الحجم. هتاخد حوالي، سيبوها ساعة، ساعة ونص، لحد ما تلاقوها اتضاعفت في الحجم بالشكل ده. لما تشيلوها بقى تفكوا من عليها البلاستيك والفوطة، تروحوا مدين لها كده بايديكوا، تضغطهم بيها جامد، تعملوا لها، تدوا لها بوكس كده بايديكوا علشان تطلعوا من الهواء اللي جواها. بصوا شايفين شكل العجينة عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا محتاجينه. شايفين بتشد معاكوا ازاي؟ بجد مش قادرة احكي لكم يا جماعة طلعت حلوة ازاي وهشة ازاي. تاخدوا بقى العجينة وتسيبوها على جنب لحد بس ما نعمل الفيلنج اللي هنحطه جواها. عشان بقى تعملوا الفيلنج هتحتاجوا كوباية كاملة سكر بني، سواء فاتح او غامق مش فارقة، وكوباية ونص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، او يعني زبدة طرية، ومعلقتين كبار قرفة. يعني انا بحب اعجنهم مع بعض بالشكل ده، بس انتوا ممكن ما تعملوش كده. ممكن تحطوا الزبدة بعد ما نفرد العجينة، ممكن تحطوا لها على طول الزبدة وترشوا عليها القرفة والسكر. تفردوا بقى العجينة، طبعا تحطوا دقيق الاول، وبعدين تفردوا العجينة على شكل مستطيل. لما بقى العجينة تتفرد تروحوا محطين عليها الخليط الزبدة، سواء بقى هتحطوا الزبدة تعملوها زي ما انا عملتها مع السكر والقرفة، او تحطوا تفردوا الاول الزبدة عادي، زبدة بدرجة حرارة الغرفة او زبدة لينة يعني، تفردوها على العجينة وبعدين ترشوا عليها السكر البني والقرفة. تعملوا اللي تحبوه سواء كده او كده، بس المهم ان انتوا القرفة والسكر البني يبقوا متقلبين مع بعض، عشان ما تبقاش حتت فيها طعم قرفة اكتر او حتت فيها طعم سكر بني اكتر. تبدأوا بقى تعلموا في حجم، تعلموا في الرول بحجم الرولز اللي انتم عايزينها بالظبط، عايزينها قد ايه، وتعلموا بالسكينة بالشكل ده.
انتوا ممكن طبعا تقطعوها بالسكينة، بس تقطيعها بالدانتل فلوس اسهل بكتير جدا. انا جربت كده وجربت كده، لقيت الدانتل فلوس بتطلعها اسهل واحسن. فلو عندكم دانتل فلوس اكيد طبعا استعملوه، هيطلعه لكم شكله احسن. الطريقة التانية بقى اللي زي ما قلتلكوا، تفردوا العجينة بالشكل ده وبعدين تحطوا لها الزبدة. تفردوا عليها الزبدة والسكر البني. هنا ضربت السكر البني مع القرفة، قلبتهم مع بعض كويس وبعدين حطيت الزبدة. زي ما انتوا شايفين بفرد الزبدة عليها كده، وبعدين هرش عليهم السكر البني مع القرفة، اغطي كله بيه. لما تحطوها بقى في الصينية اتأكدوا كده ان يبقى فيه فراغات سايبينها عشان لما تكبر، لما تنفش الرولز، لانها هتنفش دلوقتي. هنسيبها ساعة او ساعة ونص لحد ما تنفش، وبعدين هندخلها الفرن. هتكبر زيادة في الفرن. هتدخل بقى الفرن درجة حرارة 350 فهرنهايت، اللي هو حوالي 170 او 180 سلسيوس. هتاخد حوالي تلت ساعة تقريبا لحد ما يبقى لونها كده بني. هنعمل بقى وهي في الفرن الكريم تشيز فروستنج اللي بيتحط عليها، عشان لما تطلع نسيبها 10 دقايق وبعدين نحطها عليه. وهي نحط الفروستنج على الرولز وهي لسه دافية فيسيح عليها. الفروستنج عبارة عن 115 جرام كريم تشيز، تبقى بدرجة حرارة الغرفة أو طرية يعني، و3 معالق كبار زبدة برضو طرية، وكوباية الا ربع سكر بودرة، وحوالي معلقة فانيلا. تضربوا كل ده مع بعض كويس قوي، وبعدين لما تهدى شوية كده حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق، بس لازم تبقى لسه دافية الرولز، تحطوا عليها الكريم تشيز وتحطوا عليها البيكان. انا كمان بحب احط عليها فانيلا فروستنج اول ما تطلع. هبقى اكتب لكم او اعمل لكم فيديو تاني بتفاصيل الفروستنج، الفانيلا فروستنج والكارمل صوص اللي بحب احطه عليه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل عشان تشوفوا الفيديوز الباقيين والريسيبيز التانية، ولايك وكومنت وشارك مع حد بيحب السنابل. جربوا بقى الطريقة دي وهتعجبكم جدا. بالهنا والشفا.